السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا مبسوطين وفي أحسن حال. عايزة أقول لكم إن الفيديو موضوع النهاردة أنا كنت محضرة حاجة، بس أول ما قعدت قدامكم كده جه في دماغي حاجة تانية خالص، وقلت لا هي أحق وأوجب إن أنا أتكلم فيها معاكم. لو أنا مثلا قلت لحد فيكم، هديكم مثلا بتاع كام ثانية كده، لو قلت لكم افتكروا لي حاجة باباكم أو مامتكم كانت بتعملها معاكم وانتوا صغيرين، ايه اللي ممكن يجي في ذهنك وتفتكريه او تفتكروا الحاجه اللي ممكن اول حاجه تيجي في دماغكم؟ ايه موقف؟ هاتولي مثلا موقف وانتوا عندكم 7 سنين. خليني اقول لكم، او يعني 90% من الناس اللي بتتفرج على الفيديو هيجي في دماغها ايه. يعني في اللي هيقول لي ده انا موقف انا فاكره، بابا ضربني مثلا بالحزام. وحد تاني يقول لا ده انا فاكر ان هو زعق لي علشان درجتي ما كنتش جايبه درجه نهائيه. وحد تاني هتقول اصل انا كنت المفروض اعمل الهوم ورك مثلا، الواجب ما كانش على ايامنا، يعني غير الناس اللي هي قوي يعني دي واجب، ما كنتش عملت الواجب فزعق لي بقى ومش عارفه ايه. وفي تاني هيقول ده انا كنت فاكره ان هو كان بيجيب لي حاجات حلوه كتير او حنين يعني، بس دول هيبقوا قله قليله. يعني دماغ الأطفال بتعلق معاها قوي لحظات الشدة والقسوة أكتر ما بتعلق معاها الحنية والحب، لأن الطبيعي إن أهالينا يعاملونا بحب وحنية. اللي مش طبيعي من وجهة نظر الأطفال حتى، يعني أو السائد، بس الأطفال أكتر أكيد، إن أنا أبويا أو أمي يقسوا عليا أو يزعقولي أو يضربوني أو يحصل ما بينا صوت عالي مثلا. ده اللي مش طبيعي. طيب خليني برضو اقول لكم على حاجه تانية. هل ولادنا لما احنا نكبر كده هيفتكروا او هيجي في ذهنهم وهيفتكروا لنا كميه القلق والضغط النفسي والعصبيه اللي ممكن نتعصب عليهم فيها او بيها، يعني مش عارف فيها او بيها، علشان احنا مش عارفين نجيب لهم مثلا لبس العيد؟ هل هم هيفقهوا فكره ان احنا شخطنا وزعقنا وضربنا وعصبنا تعبت عشان احنا مثلا مش عارفين نجيب لهم هدوم المدرسة او نجيب له او ندفع لهم مصاريف المدرسة؟ او هما في دماغهم ده هيجي في دماغهم ده؟ لا، اطفال مش هيجي في دماغهم، مش هيعرفوا. كل اللي هيجي في دماغهم ماما زعقت وبابا زعق، ماما شخطت بابا شخط، بابا ضرب ماما ضربت. ده اللي هيجي في دماغهم. مش هيجي في دماغ عيالنا غير الحاجات، اللحظات الفارقة قوي. وكل ما كانت اللحظات الفارقة دي السائدة، كل ما كانت طفولتهم الذاكرة بتاعتهم هتتفرش بيها. بمعنى لو كانت اللحظات اللي كلها زعيق وشخط ونطر وضرب وبهدلة معلمة فيهم، او مش هقول اكتر لان اكيد الطبيعي ان احنا نحب اولادنا ونجيب لهم الحاجات الحلوة وما نخليهمش محتاجين حاجة، لكن لو كانت كتيرة قوي اكيد هتعلم. فهل هم دماغهم هتستوعب ده؟ لا مش هتستوعب. اذا احنا نكتر في احساسهم او احساسنا ليهم بالحب والعطاء والطبطبه والحنيه، وبدل ما انا اقعد اهري وانكد في نفسي واضربه وازعق له عشان مش عارفه اجيب له هدوم المدرسه ولا مش عارفه اجيب له لبس العيد، طب ما انا اخده في حضني وطبطب عليه واقول له وافهمه بالراحه والله انا نفسي اجيب لك احسن حاجه في الدنيا، فانا ممكن اطلع الفلوس حتى اللي في جيبي واوريها له، اقول له بص انا مثلا مش معايا غير 1000 جنيه والجاكيت اللي انا عايز اجيبه لك ب 1200، واحاول اشركه في حياتي وبفكر في ايه. انا كده مش بحط عليه على فكره لود. اللود ده ان انا اقعد ازعق معاه واقول له شفت بسببك انا مزنوق، بسببك انا مش عارف. لا خلاص، ده انا هشركه معايا. خففت عن نفسي وبينت له قد ايه انا عايزه اجيب له، بس هي ظروفي الماديه مثلا مش سامحه دلوقتي، وفي نفس الوقت ما خليتوش على طول عرضه للزعيق والبهدله والشتيمه لا. على النقيض التاني في ناس قادره ومقتدره يعني تشتري ومقتدره تجيب ومقتدره تعمل لعيالهم كل حاجه هم عايزينها، بس مش موجودين معاهم طول الوقت. هم بيسعوا، مش مخليهم محتاجين حاجه، بس بيسعوا بره بعيد مش شايفينهم.
استفدنا احنا ايه؟ احنا عايزينكم انتوا، عايز بابا وعايز ماما. هعمل ايه لوحدي؟ هعمل ايه بالعربيه اللي انت، اللعبه اللي انت جايبها لي؟ ولا هعمل ايه بالبلاي ستيشن وانا لوحدي؟ انا مش معايا اكتر وقت انا محتاج فيه ابويا وامي، هم مش موجودين. فدايما خليكم بس فكروا كده، الاطفال بيفكروا بايه وبيفتكروا لكم ايه. ولادنا مش بيقدروا يفتكروا مرات السعي والتفكير والضغوطات اللي احنا بنكون عليها، لكن بيفتكروا الطبطبة والحنية والتربيت على الكتف، وبيفتكروا دورنا كأب وكأم، بيفتكروا العاطفة. فقبل ما تشغلوا نفسكم وتحطوا نفسكم في مطحنة الحياة، فكروا هل ده اللي انتوا عايزين ولادكم يفتكروه، ولا الحنية والحب والطبطبة والحياة الجميلة اللي لو افتكروا يقولوا الله الله يرحمك يا بابا او يرحمك يا ماما، كنتم عايشين احلى عيشة. واحلى عيشة دي مش لازم يكون عندهم اغلى الحاجات وكل الحاجات، ممكن ما يكونش عندهم غير حاجة واحدة بس او حاجتين بيبدلوا فيها، بس عندهم اب وام احسن اب وام في الدنيا. حاولوا تفكروا بالكيف مش بالكم. السلام عليكم.